السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي الأفاضل، كيفكم؟ كيف حالكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الله يدخل عليكم شهر شعبان إن شاء الله بالصحة وبالعافية وبطولة العمر وبالرزق الوفير وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله. قبل ما نبدأ قصي، صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا كنتي أول مرة كتشوفني ما تنساش تشارك في القناة وضغط على زر الإعجاب وندخلوا في قصتنا كيف العادة. قصة اليوم قصة القطة السوداء. هذه القصة وقعت سنة 2016 بمصر. كنظن أن بزاف منكم سمعوا بهذه القصة وبزاف ما غاديش يكونوا سمعوا بها، لهذا أنا بغيت نشاركها معكم. تبعوها معايا حتى الآخر. عائلة صعيدية، يعني من البادية ديال مصر، كتكون من أم وأب وثلاثة ديال الأطفال ساكنين في واحد الشقة، وكتسكن معاهم يعني الجدة اللي هي الأم ديال هاد الزوج. واحد اليوم من أيام سنة 2016 كتفيق هاد الزوجة مع الفجر مرعوبة وكتنزل كتجري، كتدق على حماتها في الباب وكتغوت. بعد كتفتح لها حماتها كتلقى السيدة عينيها خارجين وكتنهش. قالت لها مالك يا بنتي؟ شنو بك؟ شنو واقع؟ قولي لي شنو طاري؟ قالت لها عرفتي يا خالتي القطه السوداء اللي كانت عندنا في البيت، وقلتي لجوزي يروح يحطها في الميني عشان تاكل سمك وما كنتش طايقاها لانها كانت بتوسخ لي البيت وكذا. قالت لها حماتها عرفتها مالها؟ قالت لها راه ولدك ملي تغديها حطها يعني في المرصى في المينا راه ما داهاش، حتى ردها رماها في البحر وقتلها غرقها. قالت لها راه هذيك القطه راه خرجت لي دابا في المنام وقالت لي انا غدا ننتقم منك ومن جوزك اللي غرقني في البحر، وغدا نغرق لكم ولادكم ما حرق قلبكم عليهم، وبغات تشدني وانا نهرب ليها حتى ما صرت ما ندير جيت لعندك. المهم هذه الزوجه كانت منهاره وكترعد وكلها كترجف وبين عليها الخوف، وهي كتعاود لحماتها وكتبكي. عنقتها حماتها وقالت لها قولي يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا راه غير كابوس شيطاني، راه حتى حاجه ما غادا توقع، غير قراي المعوذتين وذكري الله راه ما غادا تصيبك حتى حاجه. وقالت لها وتعالي نطلع نطمن على الاولاد عشان تعرفي اني راه ما فيش حاجه من الكلام اللي بتقوليه، يعني راه حتى حاجه ما طاريه من هذا الشيء. ملي طلعوا دخلوا الغرفه ديال الوليدات اللي كانوا زوج بنيات توام وليد. بعد دخلت الجده للغرفه باش تطمن عليهم وتقاد لهم الغدا، كتلقى البنيه الاولى عينيها مفتوحين وما كتنفش. حركوا الوليدات باش يفيقوهم، فعلا كيلقاو الوليدات بثلاثه بهم متوفين، وصرخات الام واحد الصرخه اللي فيقات الناس ديال الحاره كاملين. فاق الزوج اللي كان ناعس في غرفه ثانيه لانه غالبا كيكون عنده مشاكل مع الزوجه ديالو وكينعس يعني في غرفه وهي في غرفه. فاق مفزوع وبسرعه اتصلوا بالاسعاف وخداو الوليدات للمستشفى. فعلا اكدوا لهم في المستشفى ان الاطفال بثلاثه بهم متوفين. الام هنا ما صابوا فيها لا حد ولا قد، بكى ونديب، الناس كيشدوا فيها ويصبروا فيها وهي منهاره وكتصرخ حتى طاحت مشات كوما. الزوج حتى هو داكشي اللي عمل ما غاديش تصوروه، تجرح على وليداته، كان غادي ينتحر وغادي يلوح راسو في الواد. الجده كذلك. المهم واحد الحاله خيبه من الحزن والانهيار. المهم التقرير ديال الطبيب ديال المستشفى ملي بدا كيطلع عليهم في الوراق ديال التصريح بالوفاه، جلس مع الاب وقال ليه الوليدات ديالك توفوا في وقت واحد وبثلاثه ماتوا مخنوقين، يعني الوفاه سبب اختناق. هذا امر غريب، اكيد كاين شي لغز في هذه الوفاه. قال له الزوج فعلا البارح كانوا نزلوا بيلعبوا عند امي وشربوا عندها عصير وكلاو حلويات، واكيد العصير ولا الحلويات فيهم حاجه مسمومه. الطبيب قال له كنقول لك الوفاه سببها اختناق ماشي اكل مسموم. التقرير اللي غنكتب لك هو ان هذه الوفاه راها جريمه جنائيه ماشي وفاه طبيعيه. وفاه ثلاثه الاطفال في وقت واحد هذا شيء ماشي طبيعي، لازم نعلم الشرطه ولازم الجثث يتحولوا لمركز الطب الشرعي. المهم بعد حضر وكيل النيابه وحضروا رجال الشرطه تفتح تحقيق، وبدا التحقيق اولا مع الجيران والمعارف والاصدقاء. المهم كيحققوا مع اي شخص كيعرف هذه الاسره او كتربطوا بهم علاقه. القبيله كامله اللي كتسكن فيها هذه الاسره صار كل شيء كتلقاه كيتكلم في موضوع واحد، هو موضوع القطه السوداء اللي قتلها الزوج ورماها في البحر، رجعات وانتقمت وقتلت ليه ولاده بثلاثه. والام
راها مازال في كوما في المستشفى منهارة من الصدمة. المهم وكيل النيابة حقق مع الساكنة ديال القبيلة والجيران واحد عاد جا التحقيق مع الأب. المهم الأب ديال الأطفال بحثوا معاه وسولوه، قالوا واش كاين شي حد كتشك فيه أو عندك معاه تصفية حسابات؟ جاوبهم قال لهم لا، قال لهم أنا عارف ومتأكد مين اللي قتل لي ولادي. قالوا لي قول لنا شكون؟ قال لهم انا متاكد انها القطه. قالوا لي اش من قطه؟ قال لهم انا قبل ما يتوفوا ولادي بيومين خدت قطه سوداء كانت عندي في البيت وديتها البحر ورميتها فيه. القطه دي كانت جوزتي مربيها عندي في البيت، قالت لي اديها خرجها ارميها على برا وخلصنا منها، ولكن هذه القطه طلعت عفريت ورجعت بالليل عند مراتي في الحلم وقالت لها بالله حتنتقم منا ومن ولادنا. انا متاكد انها هي القطه اللي قتلت لي ولادي. القطه بطبيعه الحال وكيل النيابه استغرب من هذه القصه وهذه القطه. قال لي اش هذه القصه واش هذه القطه؟ قال لي انا راه كنقول لك ولادك راهم توفاو مقتولين وهذه راها تهمه جنائيه، اش من قطه ولا تقرير الطبيب الشرعي كيقول ان الاطفال توفاو مخنوقين بالماء لانهم لقاو الماء في صدرهم وفي راسهم. جاوبهم الاب قال لهم ايوه صح هي القطه غرقت لي ولادي عشان انا غرقتها في البحر. المهم وكيل النيابه قال لي طيب يمكن لك دابا تمشي ملي نبغيوك غنعيطوا لك. مشى وكيل النيابه للمستشفى عند الام حتى هي باش يحقق معها. قال لها قولي لي اشنو هي قصه القطه؟ قالت لهم فعلا كانت عندي قطه في البيت وكانت مش متربيه وبتعفن لي الغرفه، فقلت لجوزي خرجها يديها اللي جنب البحر يعني في الميني هناك حتوجد سمك، وقلت له اطلعها تعيش. بس جوزي الله يسامحه خد القطه ومشى قتلها ورماها غرقها في البحر وجت لي ورجعت لي وانت عملت منها لله غرقت لي ولادي منك لله. وكيل النيابه هنا ملي شاف الزوجه لاحظ واحد الملاحظه غريبه جدا. الزوج الاب ديال الاطفال راجل فلاح كيف غنقولوا حنا عروبي، كيخدم غير في الفلاحه والحرث وخضار كيبيع الخضره ومستواه الدراسي ابتدائي، ولكن الزوجه ديالو مثقفه حاصله على شهاده الدكتوراه في التربيه الاجتماعيه ومستواها الثقافي عالي جدا. يعني البلد اللي كيعيشوا فيه يعني العروبيه او القبيله اللي كيعيشوا فيها كل شي سكانها فقراء ومستواهم الدراسي يعني قليل جدا، ما قارينش اميين، واللي قاري يعني المستوى ديالو بحال المستوى ديال الزوج ديالها يعني ابتدائي. بمعنى هاد الناس الا قالوا القط رجع وانتقم غيصدقوا بحال هاد القصص ما نلوموهمش، ولكن باش وحده قاريه ومثقفه وحاصله على الدكتوراه تقول لهم قطه جات غرقات لي ولادي باش تنتقم منهم وتقتلهم، فوكيل النيابه جاتو هاد الهضره غير منطقيه. قال لها انت زعما متعلمه ومثقفه وواعيه كيفاش غادا تامني وتصدقي بهاد التخاريف؟ قالت لهم لا هذه ماشي تخاريف وماشي تخربيق، هذا راه الواقع. المهم وكيل النيابه خدا الاقوال ديالها وخلاها على جنب ومشى كيكمل التحقيق مع اهل القريه واحد، وخصوصا ان هذه القريه صغيره. المهم بقى التحقيق غادي بيت حتى وصلوا البيت ديال العمده. فتح التحقيق مع العمده سولوه قالوا له واش كتعرف شي حد عنده عداوات مع هاد الاسره ولا مع الاب اللي يقدر يعمل بحال هاد الجريمه؟ جاوبهم العمده قال لهم لا، قال لهم الاب راجل فلاح معقول داخل سوق راسو ما عنده حتى عداوه مع شي حد، ولكن اذا بغيتوا مني الصراحه في هذه الجريمه انا عندي شك كبير في الام ديال هاد الوليدات. قالوا لي كيفاش الام؟ قال لهم هاد الام هذه كانت دائما من زمان وهي في مشاكل مع الزوج ديالها، ودائما كانت كتجي تشكي به وكتطلب الطلاق. قالوا له علاش؟ اشنو السبب؟ قال لهم السبب هو المستوى الثقافي بينهم، هي ما راضياش وما متقبلاش انها دكتوره ومزوجه بفلاح كيبيع الخضار ومستواه الثقافي ضعيف جدا، فهاد الزواج كان مسبب لها انطواء ومسبب لها اكتئاب، ودائما كانت ما كتخلق مع الزوج ديالها المشاكل وكتطلب منه باش يطلقها وتنفصل عليه. المهم وكيل النيابه عاود طلب من المدير ديال المستشفى انه يزور هاد الام باش يعاود يحقق معها. المهم الطبيب المشرف وافق، ولكن قال له الله يخليك ما تكثرش عليها الاسئله بزاف لان حالتها الصحيه راه مازال متدهوره والسيده منهاره. وكيل النيابه قال للطبيب تعال معايا وما تخافش انا حسالها سؤال واحد. المهم دخل عندها وكيل النيابه سالها سؤال واحد، قال لها فين هو
الموبايل بتاعك. بعد عطاتو الموبايل تم الحجز عليه. بعد فحص الموبايل يعني التليفون، لقاو جميع الاسرار والبلاوي في هذا التليفون. لقاو محادثات في الواتساب مكتوبين بالانجليزيه، كتكلم مع واحد قالت ليه على سلامتنا، تمت العمليه بنجاح وخلصت على ابنائي الثلاثه اللي هم الحاجز اللي بيني وبينك واللي هم منعيني منك، في انتظار تكمل الاربعينيه ديال ولادي ونطلق ونجي لعندك. مشاو لها الشرطه جابوها، قالت لهم شنو واقع؟ انا راني محروقه على ولادي. قالوا لا عرفناك، محروقه عليهم في جهنم ان شاء الله. تخلصي من ابنائك الثلاثه باش تمشي لعنده، غير مسحي دموعك وسكتينا من ذبيحك وحكي لنا القصه. المهم وجهوها بالمحادثات والرسائل الصوتيه ما بقى لها ما تنكر، وبدات كتحكي لهم في القصه. قالت لهم قصتي هي ان ابويا زوجني زواج اجباري لراجل لا مستوى اجتماعي ولا مستوى ثقافي ولا شيء مشترك غادي يجمع بيني وبينه. انا خريجه جامعه عليا وحاصله على شواهد عليا ودكتوراه ودرست سنين في اوروبا، وحكم عليا والدي اني نتزوج بهذا الشخص اللي انا ما بحبوش وعمري ما حبيته، ومن يوم تزوجته وانا باغي نطلق منه، لكن هو ما رضيش يطلقني. وشاء القدر وحملت وولدت بنتين توأم، وبعدها بسنين ما عرفتش ازاي وقع وحملت ثاني وجبت ولد، وبقيت دائما كنبكي وكنقول للناس انا عايزاه يطلقني، انا عايزه اطلق. لكن العمده كان كيقول لي وبعدين لما انت عاوزه تطلقيه خلفتي ليه؟ ده قدرك، روحي ربي ولادك، ما بقالك طلاق، استحملي واصبري عشان الاولاد. المهم قالت لهم كل شيء كيقول لي طلاق راه ساهل، كنا كانوش الوليدات، ولكن راه عندك ثلاثه الوليدات، الا طلقتي كيفاش غتعاملي معهم بلا اب؟ فكري في مصيرهم. فهي هنا بعقلها المريض ولات كتشوف ان هذوك الوليدات هما الحاجز بينها وبين سعادتها، لانها كانت تعرفات في مواقع التواصل الاجتماعي على طبيب عازب كيسكن في القاهره، وكانت كتلاقى به وكان موعدها بالزواج. قال لها اذا طلقتي نتزوجك. فهي فكرت ان خصها تطلق، وباش تطلق خصها تخلص من الاولاد. وفعلا بكل دم بارد وقلب خالي من الرحمه ومن الامومه فاقت مع الفجر وخدات صيله صغيره فيها الماء واسفنجه يعني بونجا، ودخلات الغرفه ديال ولادها وفزقات البونجا بالماء وخنقت البنت الاولى، ودازت خنقات البنت الثانيه. البنيه الثانيه وهي كتخنق فيها بدات كتركل برجليها، جات الضربه في خوها الصغير اللي ناعس حداها. فاق في خوها الصغير كيشوف فمو كتخنق في اختو. قال لها علاش يا ماما؟ ليه بتعملي فينا كذا وحنا بنحبك؟ قال احنا قال لك كنبغيوك بزاف وكنخافوا عليك. ما تسوقاتش كلامه وتلاحت عليه وبركات فوق منه وخنقاتو بنفس الطريقه، وقادتهم فراشهم وطفات عليهم الضوء ورجعات لفراشها نعسات كل برودة اعصاب وكأن شيئا لم يكن، وتسنات حتى داز ساعتين وفاقت كتجري وكتركب وعملت لهم قصه القطه السوداء. هي البليده كان في بالها كل شيء ساهل، كانت كتقول ان سكان هذه القريه ناس بسطاء ونيه واميين، كل شيء غيكون ساهل، غنقول لهم ولادي قتلهم عفريت قطه صافي غيتصدقوا هذه الكذبه وهذه التخاريف وغيدفنوا الوليدات وغدوز 40 يوم وغادا تطلق وغادا تمشي في حالها عند الطبيب ديالها تزوج به وكل شيء ساهل ناهل عندها. الضابط وكيل النيابه تصدم من كلامها، قال لها واش انت بالشواهد ديالك وبالدكتوره ديالك طلعتي بليده لهذه الدرجه؟ اعتقدتي انك غادا تعملي جريمه في حق ثلاثه ديال الارواح وغادا تدوز بهذه السهوله؟ غيدفنوا سالينا وغدوز 40 يوم وغتطلقي وغتمشي تزوجي وصافي وسالا. قالت لهم لا انا ماشي بليده، انا ما فهمتش كيفاش عرفتوا باللي هذه جريمه قتل، لان الطريقه اللي قتلت بها ولادي شفتها في شحال من فيلم وقريت عليها ودارساها مزيان. الطب الشرعي ما كيقدرش يحدد بها سبب الوفاه، وانا هذه الجريمه كنت كنخطط لها من زمان. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. قدموها للمحاكمه وتحكم عليها بالاعدام. كانت هذه هي القصه اللي بغيت
نشارك معكم اليوم. وكنشكر جميع المتتبعين الاوفياء اللي دائما كيسولوا فيا ودائما كيتراسلوا معايا، وكنعتذر على التاخر. فكنشكركم على المشاهده، وكنعاود نذكركم مره اخرى ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.